عارف إيه أوحش من إنك تبقى لوحدك في البيت بالليل؟ إنك تكتشف فجأة إنك مش لوحدك، بس اللي معاك ده ملوش لا صوت ولا خيال، ومستنيك بس تغمض عينك عشان يوريك هو مين. الحكاية بدأت لما كريم نقل لشقة قديمة في وسط البلد، من اللي سقفها عالي وأبوابها خشب تقيل بيزيق مع كل خطوة. الشقة كانت لقطة وسعرها ببلاش، وده كان المفروض يقلقه، بس هو قال يا عم أهو توفير. أول ليلة عدت عادي. تاني ليلة بدأ يحس ببرودة مش طبيعية في أوضة النوم، برودة بتخلي النفس يطلع زي البخار رغم إننا في عز الصيف. وهو نايم سمع صوت خربشة خفيفة جاية من جوه الدولاب. تك تك تك. قام فتح الدولاب، ملقاش حاجة. قال لنفسه يمكن فار ولا شوية خشب بيطق. رجع السرير، وأول ما حط راسه على المخدة سمع صوت همس واطي جدا طالع من تحت السرير. لسه ما نمتش ليه يا كيمو؟ كريم جسمه نمل وما بقاش قادر يتحرك من الرعب. الصوت كان شبه صوت مامته الله يرحمها بالظبط. مد ايده ببطء وسحب كشاف الموبايل ونور تحت السرير. مفيش حاجة. بدأ يعرق وضربات قلبه بقت مسموعة. قرر يقوم يشرب مية ويهدي نفسه. وهو في المطبخ بص في مراية الطرقة، شاف خيال حد واقف وراه. حد طويل قوي، ايديه واصلة لركبه، ووشه عبارة عن جلد مشدود مفيش فيه لا عين ولا مناخير، بس فيه بق مفتوح لآخره وسنان سودة. كريم لف بسرعة ملقاش حد. بص في المراية تاني، الخيال لسه واقف وبيقرب منه في المراية بس. الخيال مد إيده في المراية ومسك رقبة كريم الحقيقي. كريم بدأ يتخنق، حاسس بإيد طلج بتعصر رقبته، وهو مش شايف اللي بيخنقه في الحقيقة، هو شايفه بس في الانعكاس. بآخر نفس عنده حدف كوباية المية في المراية كسرها 100 حتة. الضغط اللي على رقبته راح فجأة. كريم وقع على الأرض ينهج وصدره بيطلع وينزل. سكت شوية وبدأ يضحك بهستيريا إنه نجا، لحد ما بص لحتة إزاز مكسورة على الأرض وشاف فيها الانعكاس الصغير. الكيان ما كانش ماشي، الكيان كان واقف جوه عين كريم نفسه. ومن يومها وكريم ما بيقدرش يغمض عينه، عشان كل ما بيغمضها بيشوف الوش ده وهو بيضحك وبيهمسله. المراية كانت حماية ليك مني، دلوقتي أنا بقيت جوه. كريم قعد أسبوع ما بيلمسش السرير، بيشرب قهوة وسجاير ليل نهار عشان ما يغمضش عينه. بس النوم سلطان، والجسم ليه طاقة. في لحظة غفلة وهو قاعد على الكنبة عينه غفلت سورني. شافه. الكيان كان قاعد في ركن في عقله، ماسك خيوط زي العرايس. كريم فاق وهو بيصرخ، بس اكتشف إنه مش في الصالة. هو واقف قدام باب شقة جارته العجوزة ست روحية، وماسك في إيده سكينة المطبخ. رعب كريم زاد لما لقى نفسه مش عارف يسيب السكينة، إيده كأنها متخيطة فيها. بدأ يسمع صوت الكيان جوه دماغه بضحكة غريبة. أنا محتاج دم عشان أثبت مكاني، والست دي لوحدها محدش هيسأل عنها. كريم قعد يقاوم بجسمه، يضرب إيده في الحيطة عشان يوقع السكينة لحد ما إيده اتكسرت، بس لسه ماسك السكينة. فجأة الباب اتفتح والست روحية بصت له بخوف وقالت له يا بني في إيه؟ مالك؟ كريم بصلها بدموع وهو بيقول اجري يا خالة روحية، اقفلي الباب. بس في اللحظة دي ملامح كريم اتغيرت، وصوته بقى خشن ومرعب ورد عليها تعالي يا روحية، وحشتيني. كريم المحبوس جوه جسمه شاف نفسه وهو بيرفع السكينة، بس قبل ما يلمسها الست روحية رشت في وشه مية ريحتها غريبة وقعدت تمتم بكلام مش مفهوم. الكيان صرخ صرخة هزت الشقة، وكريم وقع فاقد الوعي. كريم فاق لقى نفسه متربط بجنازير في أوضة ضلمة، والست روحية قاعدة قدامه بتمسك سبحة وبخور مالي المكان. انت جبت لنفسك الرصاد يا كريم، اللي معاك ده مش جن عادي، ده كيان بيتغذى على الصور والانعكاسات، وانت فتحت له الباب لما كسرت المراية وهي عليها دمه. كريم كان بيترعش، طب أخرجه ازاي؟ أنا حاسس بيه بياكل في نافوخي. روحية بصت له بشفقة وقالت الحل الوحيد إننا نحبسه تاني، بس التمن غالي، لازم نرجعه المكان ملوش انعكاس، لازم نرجعه للضلمة المطلقة. بدأت روحية الطقوس، الكيان بدأ يتنفض جوه جسم كريم، وشه بدأ يتمدد ويتحول لملامح الكيان المرعبة. الأوضة بدأت تتهز، والكيان صرخ بصوت كريم وبيقول لو خرجت هاخد روحه معايا. روحية مردتش وطلعت مراية سودة أو حجر سبج وقربتها من وش كريم وقالت له بص في السواد ده يا كريم، افتكر أكتر لحظة ضلمة في حياتك ونادي ليها.
كريم غمض عينه واستجمع كل خوفه، وبكل قوته صرخ في سره: اخرج! الكيان بدأ يتسحب من عين كريم زي الدخان الأسود ويدخل في الحجر. روحية بسرعة غطت الحجر بقماش حرير أسود وصبت عليه شمع أحمر. الهدوء ساد المكان. كريم وقع هبطان حاسس إنه خفيف بس ناقص. روحية قالت له وهي بتنهج: الكيان اتحبس، بس خلي بالك، انت دلوقتي مالكش انعكاس في المرايات. لو شفت خيالك في يوم من الأيام في أي حتة، اعرف إن الشمع اتمسح وإنه راجع ياخد اللي فاضل منك. كريم خرج من بيت روحية، مشي قدام فاترينة محل، بص فيها ملقاش صورته. فرح إنه خلص، بس وهو ماشي في شارع ضلمة سمع صوت التك تك تك طالعة من ودنه المرة دي، وهمس بيقول: أنا محبوس في الحضر، بس أنت بقيت المراية بتاعتي يا كيمو. كريم فهم ساعتها إن الست روحية ما خرجتش الكيان، هي بس حبسته في وعيه للأبد. ولو وصلت لحد هنا والقصة عجبتك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد وغامض. وهبقى متشكرة جدا لو دعمتوني بلايك. سلام.